الله التماس. النهارده هنعمل صينية بطاطس بسمكة المكاريل. الوجبة دي هتكفي نفرين زي ما انتوا شايفين، 3 طماطمات، 3 حبات بطاطس، قرنين فلفل، سمكية. حابة تزودي في السمك طبعا مفيش اي مانع، ده بتبقى حسب افراد الاسرة. الوجبة دي انا وجوزي بس، فيا دوبك يعني انا مش عايزة اكل يتبقى ويعني في حسب افراد الاسره بتزودي براحتك خالص. هبدا هنا هقطع الفلفل طرنشات زي ما انتم شايفين. انا هنا حطيت السمك الاول، غسلته ونضفته، حطيت عليه ملح عشان ياكل ملحه. قطعت الطماطم كمان طرنشات. انا خدت طماطمتين، 2 من التلاتة، و3 بطاطسات صغيرين كده. قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين طرنشات، سهلة جدا، والصينية مش هتاخد معانا وقت خالص يعني، وتوفير للزيت بما ان الزيت غالي، فاحنا هنعمل السمك في الفرن. وجبة اقتصادية وحلوة وبسيطة، ودي اكلات امي وجدتي زمان. كده رشيت فلفل اسود على البطاطس وعلى الطماطم وعلى الفلفل، وهبدأ ارش ملح. يعني زي ما بنقوله كده بنتبل برضو الخضار بتاعنا. تمام كده. حطيت كمون ورشة شطة خفيفة، لاني انا هحط في السمك توم و توم وفلفل احمر. اسفة معلش لو يعني بنسى شوية. كده تبلناهم وحطيتهم على جنب. هجيب الصينية بتاعتي وهحط عليها حبة زيت زي هبطنها زي ما انتوا شايفين كده، وهي مش يعني مش واخدة زيت كتير. في نفس الوقت والله الاكل ده ساعات كمان بيبقى كتير صحي عشان ما فيهوش دسم كتير ولا دهون. كده رصيت الصينية بتاعتي البطاطس ورصيت الطماطم والفلفل. هاخد السمك بتاعي وهحشيه بالثوم والفلفل الاحمر. كده هبدأ بقية الفلفل والطماطم هسويها كده فوق السمك زي ما انتوا شايفين. رشة زيت كمان خفيفة كده، معانا كوباية مية هحطها. جماعة انا هحطها على البوتاجاز من فوق تاخد غلواية، وبعد كده هحطها في الفرن. كده طلعت من الفرن، وتبقي تقلبي السمك من الشواية وتقلبيها على الوش التاني. معلش الجزئية دي مصورتهاش. تمام كده بقت حمرا من فوق ومن تحت، وبقى شكل السمك حلو. اتمنى وصفتي تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير.